حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ربنا ينتقم منك زي ما خربتي بيتي وحرمتيني من جوزي عشان الفلوس والمظاهر الكدابة. بكرة تدوقي من نفس الكاس وما تلاقيش حد يناولك حتى كوباية المية. كانت فاكرة إن الفلوس والمظاهر هي اللي بتبني البيوت، وإن القيمة بالذهب والعزومات وكلام الناس. ما كانتش تعرف إن بإيدها بتهد سعادة ابنها الوحيد، وبتحرق قلب إنسانة ما عملتش فيها غير كل خير. ساعات الطمع بيعمل قلوب، والندم بيجي دايما متأخر بعد ما نكون خسرنا أغلى ما نملك. حكاية النهاردة مش مجرد قصة، دي درس قاسي لكل أم وكل زوج، وصدمة نهايتها ما كانتش على البال ولا على الخاطر. أهلا بيكم في قناة قصص مع يوكا، والنهاردة هحكي لكم قصة الندم اللي ما بيرجعش اللي راح. جهزوا قهوتكم واسمعوا الحكاية للآخر، عشان اللي حصل في النهاية محدش كان يتوقعه. في بيت الحاجة فايزة، كانت عايشة مع ابنها الوحيد أحمد بعد وفاة والده، وكان عنده 32 سنة. وكل ما تروح تخطب له واحدة تطلع فيها القطط الفطسان، مرة تقول دي طويلة قوي ومرة تقول قصيرة قوي، ولما ما تلاقيش حجة تقولها تقول أصلها مش من مستوانا، المهم تطفش العروسة وخلاص. لحد ما ابنها وصل ل32 سنة ولسه قاعد جنبها. وفي يوم كانت فايزة قاعدة مع ابنها وبيشربوا مغات بنت الحاجة عفاف جارتهم عشان بنتها ولدت. وأحمد قال: بقولك ايه يا ماما، بما اننا يعني بنشرب مغات المولود الجديد، فدي بقى فتحة خير عشان اكلمك في موضوع كده كنت مأجله لحد ما استقر نفسيا واقدر اخد خطوة فيه. ردت فايزة بتناكة كعادتها وقالت: موضوع ايه ده بقى ان شاء الله؟ تكونش بتفكر تخطب تاني؟ ايوه يا ماما بفكر، امال هفضل قاعد جنبك لحد امتى؟ كل صحابي اتجوزوا وخلفوا في امانة الله، وانتي كل واحدة تقدم لها تطلعيلي فيها 100 عيب لما عديت ال30، ويا عالم هتعملي ايه تاني؟ ردت فايزة بحزن وقالت: كده برضو يا احمد يا ابني، ده انا عايزة مصلحتك وعاوزاك تاخد واحدة غنية ومن عيلة كبيرة، او تقول للقمر قوم وانا اقعد مطرحك. يا ماما انتي عاوزة تجوزيني ملاك بأجنحة؟ مفيش حد كامل، الكمال لله وحده. أهم حاجة تكون بنت أصول وأخلاقها كويسة، أما المال والجمال ده نسبي. وبصراحة بقى أنا اخترت واحدة كده وعجباني، ها إيه رأيك؟ اخترت واحدة؟ ودي تطلع مين بقى؟ أعرفها ولا بنت حد معرفتك في الشغل؟ أنا اخترت هناء يا ماما، بنت الحاج شكر اللي عنده محل المخلل اللي في آخر الشارع. بنت متربية ومتعلمة، وكمان حلوة ما شاء الله. هما صحيح فقرا لكن سمعتهم كويسة أوي في المنطقة. بقى أنت يا أحمد تاخد البنت المقشفة دي؟ ده أنت محاسب قد الدنيا وعندك أملاك وطول بعرض، تاخد بنت بتاع المخلل؟ بقولك ايه يا ماما، لو فضلتي تعملي كده على كل واحدة اجيبها هحلف ما انا متجوز خالص، وهفضل قاعد جنبك. انا زهقت بقى، ارحميني. هو انا مش ابنك؟ هتفضلي واقفة في طريقي لحد امتى؟ خلاص يا ابني زي ما تحب، انا موافقة. وهروح معاك بكرة ونخطبها. وأوعدك المرة دي مش هتدخل في أي حاجة خالص. وهسيبك انت تتفق معاه. فايزة وافقت المرة دي على هناء لأنها كانت مضطرة، وإلا كانت هتخسر ابنها خالص. لكن من جواها كانت بتخطط ازاي تطفش هناء ومن غير ما أحمد يلاحظ أي حاجة. أما في بيت هناء فكانت قاعدة مع والدها لوحدهم، ودايما بتشوف طلباته، خاصة بعد موت أمها. هناء كانت بنت جميلة جدا وأخلاقها عالية، وكان عندها 25 سنة. ورغم إنها من أسرة فقيرة إلا إنها لفتت نظر أحمد من أول مرة شافها. وفي يوم خرجت هناء تشتري الطلبات من السوق كعادتها، وهي ماشية وقفتها فايزة والدة أحمد في الشارع وقالت لها: صباح الخير يا هناء يا بنتي، أنا الحاجة فايزة والدة أحمد اللي ساكنين في آخر الشارع جنبكم. بصراحة كده احنا عاوزين نزوركم في البيت النهاردة. أهلا وسهلا بكم طبعا في أي وقت، بس ممكن أعرف إيه سبب الزيارة يا حاجة؟ أبدا، عاوزين نتعرف عليكم ونشرب معاكم القهوة. وابن أحمد عاوز يقعد مع أبوك الحاج شكري. أصل احنا جايين بالليل على الساعة 7 كده بعد العشاء. جهزي نفسك بقى. وبعد ما خلصت فايزة كلامها خدت بعضها ومشيت.
أما هناء فكانت طايرة من الفرح، وفهمت طبعا إنهم عاوزين يتقدموا عشان يخطبوها لأحمد. وأول ما وصلت هناء البيت بلغت أبوها بكل التفاصيل، لكن أبوها رد بقلق وقال: ألف مبروك يا بنتي، ربنا يتمم بخير. لكن أنا قلقان يا هناء، الست اللي اسمها فايزة دي بتاعت مشاكل، ومعروفة في الشارع كله بإنها ست بتحب المظاهر الكدابة، وبتمشي تتعايق بالدهب بتاعها في الشارع، وأنا خايف عليكي منها يا بنتي، خاصة إن أعرف إنها طفشت لابنها كذا عروسة لحد ما الواد ده قاعد جنبها، ده غير نفسيته اللي بقت في الأرض بسببها. غريبة أوي يا بابا، دي كانت في منتهى الذوق والطيبة معايا. لما كنا في السوق النهاردة ما حسيتش أبدا إنها شديدة، بالعكس كانت هادية ومتحمسة للموضوع أوي. يمكن بقى تكون اتغيرت بعد ما ابنها قعد جنبها سنة واتنين، أو أحمد ابنها ده ضغط عليها عشان تخطبله. عامة يا بنتي هيبان، أهم جايين النهاردة بالليل نقعد معاهم ونشوف. أما في بيت فايزة فكان أحمد بيتكلم مع والدته وبيقول لها: يلا يا ماما هنتأخر على الناس، بتعملي ايه كل ده؟ بلبس الدهب بتاعي كله، لازم ندخل عليهم بتقلنا عشان يعرفوا حجمهم من البداية، ويعرفوا هما مين واحنا مين. يعني هو الدهب والمظاهر اللي هيعملولنا قيمة يا ماما؟ قيمة الإنسان يا أمي في أخلاقه والمعاملة الحسنة للناس، مش في فلوسه ولا بيته ولا عربيته. امتى بقى هتفهمي يا أمي الكلام ده؟ طب نقطنا بسكاتك بقى، بكرة الحلوة تركب وتدلدل رجليها طول ما انت ماشي بدماغك دي. أحمد خرج مع والدته وهو مهموم وحزين، ما كانش عارف يعمل ايه ويغير طريقة تفكيرها ازاي، في الآخر دي أمه، لكن كان خايف من اللي جاي. ومرت الأيام وأحمد وهناء اتجوزوا وقعدوا في نفس البيت مع والدته، لكن في شقة منفصلة. وأحمد كان طول الوقت بيحاول يفصل نفسه عن أمه ويبعد هناء عن جو المشاحنات اللي كانت دايما فايزة بتعمله. وفي يوم جمعة كان قاعد أحمد ومراته مع بعض بيتفرجوا على التلفزيون وبيضحكوا وبيهزروا، لكن فايزة طلعت تخبط عليهم، ولما دخلت قالت: يعني انت يا واد يا أحمد تصلي الجمعة وما تعديش عليا تقعد معايا شوية؟ خلاص نسيت أمك وقاعد جنب السنيورة بتاعتك؟ يا ماما ملوش لازمة الكلام ده، عامة أنا آسف إني معدتش عليكي، أنا بس كنت تعبان ومصدع فقلت أطلع أريح شوية. وبعدها ردت هناء بتوتر وقالت: ازيك يا حماتي، عاملة ايه؟ انتي شرفتينا وأنستينا، تحبي تشربي ايه؟ أنا لا عاوز آكل ولا أشرب عند حد. وبعدين ايه الجلابية اللي انتي لابساها دي؟ دي رخيصة وقماشتها دايبة، هو أبوكي لما جه يجهزك استرخص وجابلك؟ هناء بصت بحيرة وتوتر واتلخبطت، ما كانتش عارفة ترد على حماتها. هناء كانت بنت طيبة وغلبانة واتربت وحيدة، ما كانش ليها اختلاط بناس كتير، وفايزة دايما كانت بتستغل النقطة دي فيها. وده استفز أحمد جدا وخلاه يرد بغضب ويقول: في ايه يا ماما، انتي كل حاجة عند هناء مش عجباكي؟ طب ايه رأيك بقى الجلابية دي أنا اللي اشتريتها لها، ومعاها ازازة برفان في عيد ميلادها اللي فات. في عيد ميلادها؟ الله يرحم، هي كمان ليها عيد ميلاد وبتجيب لها هدايا؟ ده ابوها اول امبارح باعت فرختين وشوية فطير شكلهم يسد النفس وريحتهم تقرف، ريحتهم مخلل. دخلت هناء اوضتها وهي بتعيط بعد كلام حماتها القاسي عن ابوها وشغلته، وانها دايما بتعيب على اي هدية ابوها بيبعتها لها. وبعدها رد احمد بخنقة وضيقة وقال: يا امي حرام عليكي بقى، مررتي عيشتنا، انا خلاص اعصابي تعبت وكل شوية مراتي تعيط بسببك. قلتلك 100 مرة هي عجباني ولبسها عجبني، انتي بقى ايه اللي مزعلك؟ اشبع بيها يا اخويا، انا عارفة هي عاملة لك ايه، تكونش سحرالك بنت بتاع المخلل. نزلت فايزة شقتها بعد ما نكدت على احمد وهناء وفرقتهم عن بعض، وكل واحد فيهم بقى قاعد في مكان. هي دايما قاعدة في اوضتها بتعيط، وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون وسرحان في المشاكل اللي ما بتخلصش. وتاني يوم نزل أحمد يفتح المحل كعادته ويشوف شغله وأكل عيشه،
وهو قرفان وتعبان من كتر المشاكل اللي أمه عاملاها له. لكن للأسف المحل كان كل يوم بيخسر، والبضاعة راكدة في المخازن، ونسبة البيع بتقل كل يوم عن اليوم اللي قبله. حتى إيراد المحل قل للنص. وده خلى أحمد يروح يتكلم مع والدته ويشوف هيعمل إيه في حجم الخسائر اللي كل يوم بيتعرضوا ليها. ولما دخل يقعد معاها قال لها: يا ماما، المحل كل يوم بيخسر والبيع قل قوي. احنا محتاجين نبيع شوية أصول ونحطها في المحل تمشي الدنيا. نبيع؟ نبيع ايه يا اخويا؟ لا، انا ما عنديش الكلام ده. انت تطلق بوز الفقر دي اللي انت اتجوزتها ومن بعدها ما شفناش خير ولا راحة، وتتجوز بنت تاجر كبير يقف جنبك ويعوضك الخسارة. يا امي حرام عليكي، انت كل شوية تنكدي عليا. مش كفاية الهم اللي انا فيه، كمان عاوزة تطلقي مراتي مني؟ هي هناء عملت لك ايه؟ وايه علاقتها بالخسائر اللي احنا بنمر بيها؟ علاقتها انها وش فقر وبومة وما حيلتهاش اللقطة. احنا عاوزين واحدة غنية وابوها مقتدر، مش فقيرة وابوها بتاع مخلل. فضلت فايزة كل يوم تزن على أحمد وتملى دماغه بكلام زي السم من ناحية مراته هناء، وتقنعه إنه أدامها نحس عليه وهي سبب الخسائر اللي هما بيمروا بيها، وكمان أرض بور مش بتخلف رغم إن فات على جوازهم سنة واحدة بس. وفي الوقت ده بدأت تزيد المشاكل والخلافات بين أحمد وهناء، وصوتهم دايما كان عالي. ورغم الحب الكبير اللي بينهم مقدرش الحب يصمد كتير قدام المظاهر الكدابة والغل والحقد ودنيا المصالح. وفعلا نجحت فايزة إنها تطلق هناء وتخرب بيتها، وخرجت هناء مكسورة وحزينة وهي بتقول لحماتها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك زي ما خربتي بيتي وحرمتيني من جوزي عشان الفلوس والمظاهر الكدابة. بكرة تدوقي من نفس الكاس وما تلاقيش حد يناولك حتى كوباية المية. ومرت الأيام، وفايزة أقنعت أحمد ابنها إنه يتجوز بنت تاجر كبير معرفتهم ويساعده في تخطي الأزمة المالية اللي عنده. وفعلا وافق أحمد واتجوز كاميليا. وعاشت كاميليا في نفس الشقة اللي هناء كانت قاعدة فيها، لكن طبعا باختلاف كبير. العفش كان فخم جدا ومن أحدث الماركات ومال الشقة كلها، والفرش غالي ويزغلل العين. فايزة لما شافت الشقة بالشكل ده ما كانتش مصدقة، كانت هتطير من الفرحة، وقالت لابنها بفخر وتعالي: شايف يا واد العفش والفرش عاملين ازاي؟ اهو ده صحيح مقامك. الراجل جايب كل حاجة بالنص ومكلف وصارف، هو ده اللي يليق بينا، مش مراتك العرة اللي انت كنت متجوزها. رد أحمد باستهزاء وقال: مراتي؟ اما خلاص طلقتيها وحرقتي قلبها وجوزتيني واحدة على كيفي. عاوزة ايه تاني منها يا أمي؟ لسه مرتحتيش من ناحيتها؟ وفي يوم رجع أحمد من الشغل تعبان ومرهق جدا، وأول ما دخل من الباب طلب من كاميليا تحضرله الأكل. فردت عليه بتناكة وقالت: أكل إيه ده اللي عاوزني أحضرهولك؟ هو أنت فاكرني خدامة عندك؟ انزل لأمك تأكلك وتخدم عليه، ولا هي قاعدة كده طول النهار ما بتعملش حاجة؟ ونزل أحمد عند فايزة ياكل عندها ويرتاح شوية. كان طول الوقت مش حاسس إنه متجوز ولا ليه بيت ولا زوجة. كاميليا كانت قاسية جدا ومغرورة ومش بتحب حد إلا نفسها. وفايزة قالت لأحمد: الأكل عجبك يا ابني ولا أحطلك شوية رز زيادة؟ تحطيلي أكل تاني؟ لا يا أمي شكرا، مش عاوزة أكل. عاوزة أحس إني متجوز واحدة ست بتحبني وبتخاف عليا، بتعملي لقمة وهي مبسوطة وسعيدة، مش لوح تلج ما عندوش قلب ولا مشاعر. يا ابني بس غنية، وأبوها وقف جنبك وسندك في السوق، ده مديك فوق ال5 مليون جنيه سيولة. مش شايف المحل ماشي زي الفل ازاي والمبيعات بقت الضعف؟ مش بقولك يا أمي انتي مش عارفة حاجة؟ حماية بيعاملني بنفس طريقة البنك، يعني كأني واخد منه قرض بالظبط، والمبلغ اللي انتي فرحانة بيه ده هياخده مني الضعف. يا لهوي! ايه؟ انت بتقول ايه يا أحمد؟ أنا ما كنتش فاكرة إن الموضوع كده. لو كنتي سمعتي كلامي وبعتي جزء من الأصول اللي عندنا كنا قومنا المحل على رجله من تاني. لكن ازاي؟ سمعتي يا أمي ورحتي دخلتي معانا حوت ما بيشبعش فلوس. انتي مش شايفة بنته بتعاملني ازاي؟ كأني خدام عندها مش جوزها، لأن أبوها مسكنا بفلوسه وعلاقاته.
كنت فاكرة إنه هيديني كل السيولة دي إيه؟ محبة؟ وفي يوم أحمد وكاميليا كانوا قاعدين بيشربوا الشاي، وكاميليا قالت: بقولك إيه يا أحمد، ما تيجي نسافر أوروبا نغير جو شوية ونشتري شوية حاجات كده ناقصاني، وبالمرة أجيبلك شوية لبس بدل الهلاهيل اللي عندك دي. لبس إيه ده اللي هنجيبه من أوروبا؟ انتي مش حاسة بيا ليه؟ أنا عندي ديون متلتلة وبسدد فيها، والمحل يدوب قايم على رجله. عاوزة أصرف كل السيولة اللي معايا عشان سيادتك ترتاحي. بص بقى يا أحمد، أنا ما أقدرش أعيش في المستوى ده. أنت يعتبر ما بقاش حيلتك حاجة غير شوية أصول، كام عمارة على شوية دهب. إيه رأيك في فكرة هترجعلك كل اللي راح منك؟ فكرة إيه دي بقى إن شاء الله؟ اتحفيني. بص بقى، إحنا هنبيع كل الأملاك والأصول، والبيت ده كمان هنبيعه، ونروح نستثمر في أوروبا، وبابا هيقف جنبنا وهيدينا شقة لندن نعيش فيها لحد ما نقف على رجلنا. وهو ده الحل الوحيد اللي ممكن يخليني أستمر معاك لو سمعت كلامي وعملته. هو حل كويس، لكن في مشكلة كبيرة. أمي هوديها فين؟ هتسافر معانا ولا هتقعد هنا لوحدها؟ ما تنسيش إنها كبرت في السن برضه، والأملاك دي بتاعتها مش بتاعتي لوحدي. لا لا لا، أمك دي سيبك منها خالص، وكفاية قوي إننا هنسيب لها الشقة اللي تحت تعيش فيها، وطبعا هنبيع بقية البيت. وبعدين هي محتاجة ايه تاني؟ ما هي خلاص كبرت، هتاخد زمانها وزمن غيرها. وبالفعل راحت كاميليا وأحمد عند المحامي، وكتبوا عقود البيع ووثقوها في الشهر العقاري بالتوكيل العام اللي فايزة كانت عاملاه لابنها أحمد. وبلغوا المحامي إنه يوصل كل التفاصيل للحاجة فايزة عشان هما مستعجلين جدا وما عندهمش وقت يبلغوها. وكلم المحامي فايزة في التليفون وشرح لها كل التفاصيل، وعرفها إن ابنها باع كل شيء يمتلكوه وساب لها الشقة اللي هي قاعدة فيها، وسافر لندن هو ومراته كاميليا وهيستقروا هناك. ومرت الأيام، وفضلت فايزة قاعدة لوحدها، ولما كانت بتتعب ما كانتش بتلاقي حد جنبها يناولها كوباية المية. أما أحمد ابنها فكان بيكلمها كل كام شهر مرة يطمن عليها ويقفل بسرعة قبل ما كاميليا مراته تعرف أي حاجة. وفضل صوت هناء بيرن في ودن فايزة وهي بتقولها: بكرة تدوقي من نفس الكاس وما تلاقيش حد يناولك كوباية المية. وفعلا دارت الأيام، والمظاهر الكدابة والفلوس اللي فايزة باعت عشانها هناء هي نفسها اللي خلت ابنها يبيعها ويسيبها وحيدة بين أربع حيطان. خسرت البيت وخسرت ابنها، والأهم إنها خسرت نفسها. وهنا خلصت حكايتنا. ياريت كل أم وكل زوجة تعرف إن البيوت بتتبني بالمودة والرحمة، مش بالذهب والمنظرة. وإنتم يا أبطال قصص معيوكة، تفتكروا أحمد ضحية أمه ولا هو كمان غلطان لأنه سمع كلامها؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات، لو شايفين إن فايزة تستاهل اللي جرالها، ولا شايفين إن أحمد هو اللي ساب حق مراته وضيع أمه. متنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل القصص والحكايات في وقتها. سلام.